ما هو الإيسوبور وليه بيستخدموه في الهندسة؟ لو هنتكلم أكتر عن الهندسة، عمرك فكرت في عدد المرات اللي الإيسوبور بيكون موجود فيها في حياتك اليومية؟ سواء في تغليف جهاز كهربائي جديد أو في الصندوق الحراري اللي تاخده معاك على البحر أو حتى كجزء من هيكل مبنى، عمرك ما كنت تتخيل. المادة البيضة والخفيفة دي واللي شكلها بسيط جدا في الحقيقة هي عملاق هادي في عالم الهندسة الحديثة. النهاردة هنكشف أسرار الفوم ونعرف هو إيه بالظبط، والأهم من كده ليه بقى مادة لا غنى عنها في مجالات كتير في الهندسة. كتير مننا يعرفوا الفوم بس من شكله، الكور البيضة الصغيرة دي متماسكة وسهل تتكسر وبتوسخ الدنيا كلها. بس الحقيقة ان الفوم ليه استخدامات اكبر بكتير من طبق الجبنة او اللحوم اللي بنشوفه في السوبر ماركت. هو مادة ليها خصائص مذهلة، وده نتيجة هندسة المواد، وعشان كده هو مادة متعددة الاستخدامات جدا. الناس عادة شايفينه مادة هشة وسهل ترميها، لكن الهندسة قدرت تشوف إمكانياته الحقيقية. بس في الآخر إيه هو الإيسوبور أصلا؟ وهل ده فعلا الاسم التقني الصح؟ بص، الإيسوبور في الحقيقة علامة تجارية لنوع من البلاستيك الرغوي في البرازيل. الاسم العلمي اللي هتلاقيه في أغلب مشاريع الهندسة هو EPS، وده معناه بوليسترين موسع. تخيل كده إن ال EPS زي بلاستيك منفوخ. هو بيتكون تقريبا من 98% هواء و2% بس بوليسترين، والبوليسترين ده مشتق من البترول. والتركيبة الغريبة دي هي اللي بتديه مميزاته الفريدة. عشان نفهم ازاي حاجة معمولة من كمية هواء كبيرة كده ممكن تكون مفيدة قوي، لازم نفهم هي بتتعمل ازاي. عملية تصنيع ال EPS ممتعة وبسيطة نسبيا، وده بيساعدنا نفهم خصائصه. كل حاجة بتبدأ بحبات صغيرة من البوليسترين اللي شكلها شبه حبوب السكر. الحبات دي فيها عامل تمدد وغالبا بيكون البنتان، ولما تتسخن ببخار المية الحبات دي بتتمدد وبتوصل لحد 50 ضعف حجمها الأصلي. خلال العملية دي البنتان بيتبخر وبيتحل مكانه الهواء اللي بيتحبس جوه ملايين الخلايا المغلقة جوه كل حبة. الحبات المتمددة دي بعد كده بتتسخن تاني ببخار المية وبتتشكل في بلوكات ضخمة أو في أشكال معينة. عشان كده الفوم خفيف جدا، لأنه في الأساس هواء متغلف جوه هيكل بلاستيك. الهيكل ده بدوره بيدينا مميزات كتير، أولها إن خفته الشديدة بتسهل النقل والتركيب وبتقلل تكاليف العمالة واللوجستيات. بس لو هو كله تقريبا هواء يبقى لازم يكون هش، صح؟ مش بالظبط. رغم خفته، الهيكل الخلوي المغلق للاي بي اس بيديله مقاومة مدهشة للضغط. تخيل الفقاعات الصغيرة دي بتشتغل زي ممتصات صدمات صغيرة وبتوزع الحمل بشكل فعال. ده اللي بيخليه ينفع يتستخدم في التطبيقات الهيكلية وبيتحمل الوزن من غير ما يتشوه بشكل كبير. خاصية تانية مهمة هي العزل الحراري الممتاز بتاعه، لأن الهواء لما يكون محبوس ومش قادر يتحرك بيبقى موصل سيء جدا للحرارة، وبكده الاي بي اس بيبقى حاجز فعال ضد انتقال الحرارة وبيحافظ على السخونة أو البرودة. أو في حالة المباني بيمنع الحرارة الخارجية تدخل أو الحرارة الداخلية تخرج. ونفس التركيبة الخلوية دي كمان بتساعد في العزل الصوتي الجيد عند ترددات معينة، وبتساعد على امتصاص الصوت وتقليل الصدى، مع انه مش الاستخدام الرئيسي ليه في الغرض ده. دلوقتي هنتكلم عن لب الموضوع، ليه الفوم او الاي بي اس مستخدم كتير في الهندسة؟ في قطاع البناء استخداماته متنوعة وذكية. هو بيستخدم في الأسقف خصوصا في البلاطات ذات الأعصاب، وده لما بيتم استخدام ألواح الاي بي اس كحشو بين أعصاب الخرسانة. ده بيقلل بشكل كبير وزن السقف نفسه، وده معناه خرسانة أقل وحديد أقل وبالتالي أساس أخف وأوفر للمبنى. وكمان بيساعد في العزل الحراري والصوتي للمبنى، وده بيحسن راحة الأماكن
وبيقلل استهلاك الطاقة. مع تكييف الأسطح بيتم استخدام ال EPS في ألواح الساندويتش أو كطبقة عزل، وده بيحمي الهيكل من تغيرات الحرارة وبيطول عمره الافتراضي. وعرفت إنه ممكن كمان يكون جزء من الحيطة في أنظمة حوائط متكاملة بيتم فيها تغطية ألواح ال EPS بالمونة، وده بيخلق هياكل خفيفة الوزن. استخدامات ال EPS في الهندسة مش مقتصرة بس على البناء الرأسي، لكن كمان في الجيوتكنيك وأعمال البنية التحتية. ليه دور مفاجئ؟ ال EPS بيستخدم كردم خفيف في الحالات اللي فيها تربة الأساس بتكون ضعيفة جدا ومش هتقدر تشيل وزن الردم التقليدي من التراب. كتل ضخمة من ال EPS بتتراص فوق بعض علشان تعمل ردم للطرق والسكك الحديدية والكباري، وده بيقلل الحمل على التربة وبيمنع الهبوط الزايد. هو مفيد بشكل خاص في الأراضي الطينية والرطبة اللي قدرتها على التحمل ضعيفة. تخيل انك تستبدل أطنان من التراب بمادة تقريبا كلها هواء. التطبيق ده بيوضح قوة ومتانة ال EPS وكمان مرونته في تحديات هندسية معقدة لما الخفة بتكون عامل أساسي في الاستقرار. بعيد عن مجال البناء، ال EPS لسه ليه دور أساسي. خواصه في امتصاص الصدمات بتخليه مادة مثالية للتغليف وحماية الأجهزة الإلكترونية والزجاج والمنتجات القابلة للكسر. الهواء المحبوس بيشتغل زي نظام زمبركات بيفرق طاقة الصدمات وبيحمي المحتوى. كمان بيستخدموه في صناديق حرارية للأكل والأدوية علشان يحافظ على الحاجة سخنة أو باردة. بس مع كل المميزات دي ال EPS بيواجه تحديات، خصوصا بسبب تأثيره على البيئة لأنه مشتق من البترول ومش بيتحلل حيويا. التخلص منه بشكل غلط مشكلة كبيرة. بس ناس كتير بتسأل، طب ما إعادة التدوير ممكن تكون حل؟ أيوة، إعادة التدوير جزء مهم جدا من الحل، والتكنولوجيا في المجال ده بتتطور وبتحول ال EPS لمنتجات بلاستيك تانية أو حتى بترجعه لمادة خام من جديد. بس الاستخدام الواعي والبحث عن بدائل مستدامة دايما موضوع نقاش في الهندسة. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد، فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى اكتر على المنصة، وكمان نذكرك في فيديوهاتنا. عشان تعرف اكتر عن الكورسات اللي بنرشحها، امسح الQR كود اللي جنبك او ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. وانت كنت متخيل ان في كل الاستخدامات دي للفوم؟ تعرف طريقة تانية غريبة بيستخدموها في الهندسة؟ سيبني في التعليقات عشان اعرف. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.